قال الشيخ رحمه الله: ومن الأولياء أيفع ابن عبد الكلاعي، ومنهم الواعظ الداعي أيفع بن عبد الكلاعي. قال صفوان بن عمرو: سمعت أيفع ابن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس قال: إن لجهنم 7 قناطر، فالصراط عليها والله تعالى في الرابعة منها. قال: فيحبس الخلق عند القنطرة الأولى فيقال: قفوهم إنهم مسؤولون، فيحبسون على الصلاة ويسألون عنها، يعني أول ما يحاسبون عليه الصلاة. قال: فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا، فإذا بلغوا الثانية حوسبوا بالأمانة كيف أدوها وكيف خانوها. قال: فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا، فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها. قال: فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا، والرحم يومئذ ردف الرب تعالى متدلية في الهواء إلى جهنم تقول: اللهم من وصلني فصله اليوم، ومن قطعني فاقطعه اليوم. هذا الأثر الوحيد الذي سجله أبو نعيم في هذا الكتاب عن أيفع الكلاعي، وهو أثر في غاية النفاسة، يعني فيه ذكر أن لجهنم 7 قناطر، إذا تجاوز العبد القنطرة الأولى ينتقل إلى الثانية حتى يتجاوز جهنم فيدخل الجنة.